رابطه مشجعي الزمالك راحوا امبارح تدريبات الزمالك وقعدوا مع اللعيبه وقالوا لهم بالنص، قالوا لكل لعيبه الزمالك كلها بالنص الماتش ده حياه او موت، طلعتوا الماتش ده خسرانين مش هتكملوا في الفرقه. الغريب ان في صور نزلت ان الفرقه اللعيبه واقفه بتاعت الزمالك بتسمعهم ومركزين معاهم كانهم مثلا ايه يعني رئيس نادي الزمالك بيتكلم او كده. هو طبعا يعني ليهم الاحترام وكل حاجه، بس دي كانت حاجه غريبه شويه. كمان بقى بيقول لك لو وزعوا عليهم بوكسات كده زي ليله القضيه، ممكن يوزعوا عليهم بوكسات كده فيها الكابات والتيشيرتات عشان لو فازوا على الاهلي ده بعد الشر يعني هنحتفل بيهم. في توتر، الزمالك فيه توتر وقلقانين وخايفين. فكل اللي بيحصل ده كله عشان خاطر يخلقوا حافز جوه لعيبه الزمالك. وحتى شيكابالا وعدهم ان هم هيفوزوا على الاهلي بعد الشر وكده. الحركه دي اثبتت لي ان انا لا انا حلو، انا قوي. كل القلق اللي موجود ده معنى كده انا فرقتي قويه ويتعملها حساب. فانا المفروض بقى ايه ما اقفل على نفسي واسكت وما اتكلمش وما اعملش اي تصريحات مالهاش لازمه زي التصريحات اللي عاملين نسمعها بين مندي.